مرحبا، شلونكم متابعين؟ ان شاء الله تكونون بخير. اليوم راح نحضر معاكم وصفة جديدة اللي هو البرياني بالدجاج. طبعا احنا العراقيين كثير متعلمين على هاي الأكلة ونحبه. نحتاج الى دجاجة 1.5 كيلو. طبعا اول شي ناخذها ننظفها من الزوائد مثل العظمة اللي بالجناح والذيل والشحم الزائد منه. نغسلها وندعكها بالملح وننقعها ساعة بالخل والملح. من بعد نغسلها ونسلقها بدست البخار مدة نص ساعة. نضيف للملح والفلفل الحادة وورق الغار وقشر البرتقال المجفف. طبعا وبالبداية ناخذ بطاطا نقشرها ونثرمها ناعم ونقليها. من بعد نقلي عندنا المكسرات اللي هي الجوز والفستق. طبعا الجوز اذا ما تحبون تقلونه ممكن تضيفوه بدون قلي، بس الفستق لازم ينقلي. حمصوا تحميصة بسيطة يعني. الكشمش والبازاليا تحميصة جدا بسيطة لانه بعدين يبسون اذا تحمصوهم زايد، مجرد تشويحة بسيطة. من بعد ناخذ الشعرية نضيف زيت اول ونقلي الشعرية بالزيت. يكون حضرنا 3 كواب ونص من التمن، غسلناه ونقعناه مدة 10 دقائق. نقلي الشعرية ونتركها 5 دقائق تفور مع السوب اللي سلقنا به الدجاج، نستفاد منه. وبعدين نضيف الرز مثل ما قلنا 3 كواب ونص. طبعا حسب عدد أفراد الأسرة، إذا تريدون تقللون كوبين ممكن. نترك الرز يغلي مع الشعرية ونضيف له ملح. طبعا احنا سبق نضفنا ملح على الدجاج، بس هذا الملح للرز والشعرية. نتركه يغلي ونضيف البهارات اللي هي الدارسين اللي هي القرفة والبابريكا والملح، الفلفل الأسود، الكركم، الكمون، البرياني اللي يحتاج إلى بهارات البرياني الخاصة. برياني من الأكلات اللي تحب البهارات. طبعا نتركه بعد ما نشف الماء منه نتركه يتهدى. وهون عندنا الدجاجة استوت، شلنا منها العظم. هون قلينا شوية من الشعرية، ضفنا لها زيت قليناها وشوية ملح. وهسه نبدي نضيف باقي المكونات نقليهم مع الشعرية. طبعا استوت الشعرية عندنا بعد ما ضفنا لها نص كوب من المي. استوت، ضفنا كل المكونات ما عدا المكسرات. هسه نضيف له فلفل أسود ونضيف له بابريكا. طبعا هون الرز عندنا استوى، تهدى عندنا واستوى من بعد ما ضفنا له البهارات وكمل عندنا استوى الرز عندنا. نجي نضيف له كل المكونات اللي قليناها. طبعا نخلط كل المكونات والمكسرات. هون ضفنا المكسرات بالنهاية، أنا ما أضيفها من البداية حتى تحافظ على قرمشتها. إن شاء الله تعجبكم وصفاتنا. لا تنسوا من الاشتراك بالقناة والمتابعة، ولا تنسون من تعليقاتكم الحلوة واللايكات. إن شاء الله ألف صحة وعافية على قلبكم، وشكرا جزيلا على المتابعة.